يا اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ بتلاقي حد دايما يروح قايل لك ايه، اصل انت طريقه تفكيرك هي اللي مبوظه لك الدنيا. انت لو بس تظبط نظرتك للامور هتلاقي الحاجات اتغيرت والواقع بتاعك اختلف. طيب هو ايه نمط التفكير وايه طريقه التفكير؟ والنهارده تحديدا هتكلم عن نمط بيؤدي لحالات الاكتئاب او اعراض ما تشبه الاكتئاب. نمط التفكير معناه مجموعه افكار أنا بلبسها كأنها نظارة، بشوف الحاجات من خلالها. ممكن يتخللها قناعات، ممكن يتخللها تصور رؤية معينة، توقع عن الحاجة، معاها شوية حاجات احنا بنسميها تشوهات فكرية، شوية فيروسات في النمط ده بتخليني أشوف الحقائق بشكل مشوه وشكل مش حقيقي. بينتج عن النمط ده طريقة مشاعر مرتبطة بيها وسلوك دايما بنفذه بناء على النمط ده. فالنمط هو طريقة التفكير بتاعتك اللي بتتسبب في مشاعر انت دايما حاسسها وطريقة تصرف انت دايما او اغلب الظن بتتصرفها. النمط اللي عايزة اتكلم عنه النهاردة هو نمط مؤدي للاكتئاب. طريقة أفكار، سلسلة كده من الأفكار مرتبطة بشوية قناعات وشوية من التشوهات الإدراكية اللي بتطلع أو بتؤدي إلى نتيجة إحباط شديد وإحساس بالفشل وتؤدي للاكتئاب. طيب إيه النمط بتاع النهاردة؟ تخيل كده النهاردة إن أنت شخص عايز او دماغك بتقولك انه انا محتاج ان الحاجه تبقى بيرفكت. لو هدي مثال، انا اول مره اعمل رز بلبن، فانا داخله نفسي ادخل اعمل رز بلبن، اي حد يدوقه يقول واو فظيع مفيش بعد كده، ودي اول مره اعملها. فده الاكسبكتيشن بتاعتي او توقعاتي، ان انا عايزه اخش اعمل حاجه محدش عملها قبل كده خالص وتبهر المجتمع كله. طيب وانا داخله ده التوقع بتاعي ان انا هعمل حاجه فظيعه يا اما مش هعملها. اول وانا داخله فبقول ببدا افكر ده رز بلبن، ده عايز رز وعايز لبن، واللبن لازم يسخن واحط فيه رز، ومحتاجه كريم شانتيه، محتاجه فانيليا، محتاجه ايا كان الخطوات. انا هعمل كل الخطوات دي، ياه ده مجهود كبير قوي. فببدا اعد الخطوات واركز على المجهود اللي انا هعمله، وابدا قبل ما اخش المطبخ وقبل ما اقدم ان انا اعمل اي حاجه ابدا اركز على النتيجه. هو انا بعد المجهود اللي انا هعمله ده كله هيطلع زي التوقع اللي في دماغي ولا لا؟ هيطلع رهيب قوي كده والناس تسقف وتقول مش ممكن ده احلى رز بلبن دقناه في حياتنا، ولا لا؟ لما ببدا اشوف النتيجه ان في احتماليه ان الحاجه ما تطلعش بالروعه اللي انا منتظرها وبالنجاح الفظيع اللي انا منتظره، في اللحظه دي انا بقول انا هبذل المجهود ده كله وهاخد الخطوات دي كلها، وممكن الموضوع ما يبقاش ناجح بالشكل اللي انا عايزه، شكله ما يستاهلش المجهود، لا، وافضل قاعده مكاني ما ادخلش اعمل اي حاجه. لو انت خدت بالك، اول حاجه توقع رهيب جدا عن المفروض يطلع مني ايه، برغم انها اول تجربه ليا. من ناحيه تانية بدات اركز على الخطوات اللي هعملها واقيم حجم المجهود اللي انا هبذله في الخطوات دي، وابدا اشوف هي النتيجه ممكن تطلع بالتصور اللي في دماغي، لا شكل الموضوع ما يستاهلش، وابدا اشوف ان النتيجه ممكن ما تطلعش عظيمه زي ما انا متخيلها. في اللحظه دي بحس باحباط واحس بفشل واحس ان انا مش عايز اعمل حاجه وافضل مكاني. ان انا يبقى عندي توقعات عاليه قوي عن الحاجه، ويا ابيض يا اسود، يا الحاجه تبقى عظيمه ورهيبه وفظيعه ويشيد بيها الناس كلها وقد ايه احس ان انا مختلف ومتميز، يا مش هعمل حاجه. ادي اول حاجه، متغمسه كده بقناعه هل الموضوع يستاهل مني المجهود؟ هل انا المفروض احط كل المجهود في حاجه انا مش متاكد من نجاحها 1,000,000%، مش 100% بس؟ طب مجهود بتاعي ده غالي قوي. قناعه بقى اتقل اللي هو انا اصلا لا عندي الخلق ولا المجهود ان اتعب على حاجه مش متاكد من نجاحها 1,000,000%. مجهودي قليل، ما عنديش الخلق، يا الحاجه تبقى ناجحه 1,000,000% يا مش هأقدم عليها، ما تستاهلش المجهود ولا الخطوات دي عشان اتعب عليها. لو التركيبه دي مش موجوده انا مش هتحرك. فالتركيبه دي ما بتتوفرش في اي حاجه، وبتكون النتيجه انك بتفضل واقف في مكانك حاسس باحباط، حاسس بفشل. كل ما تبص وراك
مفيش حاجة بتبتدي فيها وتكمل فيها، مش حاسس ان انت عندك خبرة في مجال حقيقي ولا في حاجة بتكمل فيها للآخر. وكل ما حد يشوف الملف بتاعك او انت تبص على ملفك في الحياة، انا مفيش حاجة ابتديتها وخلصتها وتعبت عليها بجد لحد ما نجحت فيها، او على الاقل عرفت انها مش بتاعتي، طلعت منها بخبرة حقيقية. لا، انا ببص الموضوع من الاول، بقيم طاقتي، انا لا عندي مجهود ولا خلق، يا الحاجة تنجح من اول مرة يا مش هخش فيها، يا موضوع خطواته كتير والموضوع شكله فيه مجهود، لا 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 انا مش هتعب على حاجة محتاجة مجهود. احنا بنسمي ان دي انماط تفكير، طريقة استقبال، توقعات اكبر من المطلوب، نمط يا ابيض يا اسود. ودي حاجة مش بتساعدنا قوي، لان ده بيخلينا في الاخر عطلانين عند النقطة، لانه الرسمة اللي انا راسمها رسمة كبيرة قوي، رسمة اكبر من خطواتي اللي ببتدي بيها، وبما ان الموضوع كبير فانا مش هبتدي. احنا في الجلسات بنبدأ نناقش الحاجات دي بالراحة. قناعتك ايه؟ الادراكات بتاعتك اللي منعاك عن الخطوة، ايه التشوهات اللي في ادراكك مخليه نضارتك معتمة فتخليك مش قادر تاخد خطوة، او طول الوقت حاسس باحباط، بفشل، مش ناجح في حاجة، مزنوق في حتة المثالية الرهيبة، حاسس باكتئاب وبقيت قاعد مكانك وخلاص ما بقاش ليك نفس تعمل اي حاجة. لما بنفصص الحاجات دي ونبدأ نشوف القناعات دي ازاي معطلاني، ازاي النمط ده مستحوذ عليا، بتبدأ تشوف الحاجات بشكل مختلف، وتشوف ان انت عندك مقومات كتير انت ما استخدمتهاش خالص، بسبب ان انت قناعتك ان مجهودك قليل، خلقك ضعيف، الموضوع ما يستاهلش كل المجهود ده، ما هو ممكن ما اوصلش، ممكن ما انجحش، ممكن ما يبقاش نجاحي رهيب في الاخر، وده امر مش واقعي. توقعاتنا بتتسبب في مشاعرنا اللي موقفانا ومعطلانا ومحوطانا ومثبتانا في الكنبه، وبقول انا ما بنجحش وبقيم نفسي بشكل سلبي. راجع افكارك، راجع قناعاتك، هتلاقي نتيجه مختلفه تماما لو وقفت معاها وقفه وغيرت النضاره. اشوفكم على الف خير.